اكبر ريفيو كولكشن اتعملت على الانترنت مطلقا. ازيكم؟ انا بسنت سالم، وفيديو النهارده زي ما انتم شايفين هنختم السنه باكتر فيديو enthusiastic spontaneous، اكتر فيديو عفوي في السنه بالريفيوهات للمنتجات دي كلها. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده لتالت مره بيتصور عشان باظ مني مرتين في المونتاج، فالفيديو ده انا هصوره مره واحده ومش هيتمنتج، فالفيديو ده هيبقى طويل. اتفضلي خلصي كل اللي وراكي، لو عندك غسيل اغسليه، لو عندك طبيخ اطبخيه، لو عندك عشاء قومي اتعشي وتعالي، او هاتي العشاء واقعدي معانا، اعملي شويه فشار، هاتي كوبايه الميه بتاعتك، لان اي بشره جيده بتبتدي من كوبايه ميه شبه دي بتتشرب كل شويه. ف يلا بينا نبتدي باكتر فيديو واكبر فيديو ريفيوهات هيتعمل وهتشوفوه لحد ما انا اكسر الرقم بتاع 50، يعني خلينا نقول 40 محطوطين على الترابيزة، وهنتكلم عن 50 فيديو. من 3 شهور قلت لكم ان انا ان شاء الله اخر السنة هيكون معانا 50 ريفيو، رقم مقفول كده. ولكن انا انشغلت جدا في الدبلومة. اللي فيكم ما يعرفش انا بعمل دبلومة كوزماتكس في جامعة المنصورة، كلية صيدلة، وما كنتش فاكرة ان انا هنبسط قوي بالدراسة كده، فاتسحلت معاها جامد، وزين طبعا مش مديني فرصة. فجت فترة كده عملت كل يوم فيديو، ولكن في فيديوهات مهمة تاهت في وسط الزحمة، ما استفدتوش منهم قوي. انا ما شفتش تفاعل كبير عليهم، علشان كده حسيت ان انتوا ما استفدتوش، فقلت خلاص، ولان وعد الحر دين عليه، فالسنة مش هتخلص غير لما اعمل لكم 50 ريفيو. فجمعت باقي المنتجات، والنهاردة هنقول ايه احسن منتجات استعملتها في السنة وايه اوحش منتجات استعملتها في السنة، والفيديو ده هياخد مننا وقت. فيلا بينا نبتدي. حاول على قد ما نقدر ان احنا ما نطولش قوي، ولكن بسرعة. اول حاجة، ده كان اكتشاف السنة، الهيربال اسنسز. انا ما كنتش اعرف ان هيربال اسنسز منتجات حلوة بالشكل ده. مش هكدب عليكم، انا كنت جايباه لجوزي علشان بس ايه، ما يستخدمش منتجاتي، يبعد عن الشامبو بتاعي ويبعد عن البلسم بتاعي. المهم لقيت ان هيربال اسنسز ترطيب عميق، فقلت ماله اجيبهوله كده، ابعد عن الشامبو بتاعي شوية. استخدمته معايا. الشامبو ده تستخدميه لما يكون الشامبوهات بتاعتك قربت تخلص، عايزة تنضفي شعرك وفي نفس الوقت مش عايزاه ينشف، وبالذات لو عندك قشرة دهنية، عايزة غسيل سريع. هيربال اسنسز بجوز الهند ده ممتاز ممتاز ممتاز. انا ما كنتش فاكره ان انا احبه قوي كده، ريحته ممتازه. طبعا في سيليكون وسلفيت للناس اللي ما بتحبش يعني المكونين دول، بس انا بحبهم عادي يا جماعه، ما بيعملوش حاجه، بينضفوا شعرك كويس جدا وما بينشفش شعرك. فهيربال اسنسز كان اكتشاف السنه دي. نيجي للي بعده، الشاور جل. ده هو مش شاور جل على قد ما هو بابل باث. بابل باث اللي هو بيتحط في البانيو علشان يعمل فوم كتير 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 كتير. فكان اكتشاف السنة دي من ايفون، البابل باث بتاعهم اللي هو 1000 ملي، هو بابل باث بس ملوش اسم ماركة. اكتر حاجة عجبتني السنة دي كان الجود نايت، الجود نايت سويت هارت. ده ريحته يا جماعة انا مش عارفة اقول لكم ايه، ولكن هو ريحته من اسمه. عارفين لما الدنيا تكون شاتية والدنيا فيها عشب، فريحة المطر على العشب الطري، والدنيا فيها نسمة هوا في خريفية كده وفي نجوم كتير، هي الريحة دي. انا مش عارفة اوصفها، بس تخيلوا من الريحة دي حاطينها في بابل باث، ولونه ازرق. فانت لما بتحطي مقدار كده، عبوة في مقدار اسمها ايه دي اللي هي الغطا، مقدار غطا في البانيو، الفوم كتير جدا وبيثبت حبة حلوين، او بيفضل يعني حبة حلوين. تشم الريحة دي واللون ازرق، وهم عارفين، مش محتاجين بقى غير الشموع كده ومساج بعد الحمام، دلع 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 يعني. فده اكتر حاجة كانت عجبتني. ده اقل واحد عجبني بصراحة، اللي هو البني والبومي جرانيت. ده كانت ريحة رمان وكمثرى، يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس ما حبيتهاش قوي. حاجة كانت
محايده جدا. الياسمين، اي حد بيحب ريحه الفل والياسمين والحاجات دي، ده ريحته ياسمين صافي، ريحته جميله جدا، ياسمين ياسمين يعني. نرجع تاني للشامبوهات. انا مش عارفه يعني الريفيو هيمشي عشوائي قوي، اللي هو شويه شامبو شويه بلسم شويه لوشنز، يعني اللي هيجي قدامي. لان انا بصراحه تعبت جدا في تصوير الفيديو ده في المرتين الاولانيين، وصدمت في المونتاج ان هم بايظين، فبصوره تاني. فهنحاول نستحضر الانثوسيازم او العفويه اللي احنا هنتكلم بيها. شامبو كلاري من شركة باركفيل. بصوا، شركة باركفيل عموما بتحب قوي في الشامبوهات بالذات، مش عارفة ليه، ان هي تعمل 2 في 1، اي حاجة 2 في 1. زي انا اتكلمت برضو في شامبو سترونج فيل قبل كده عن الموضوع ده، وبتوصل في الاخر ان هي ما بتعملش الاتنين. يعني المفروض ان كلاري ده بالبروكابيل، والبروكابيل معمول علشان التساقط. بصوا، هو حلو قوي في الترطيب بس مش حلو في التساقط، دي مشكلة. ترطيب ممتاز، يعني انت مش هتلاقي ترطيب كده، ولكن تساقط مش بيتعامل معاه خالص. عكسه بقى يعني الاتراكتا. ميرسي كتير، حاجه وقعت. الاتراكتا شامبو ده كان اوسكار احسن شامبو تساقط في السنه. ريفورس، يعني هو بيقوي الشعرايه وبيمنع التساقط. طبعا مش مطلقا، مفيش حاجه بتمنع مطلقا، ولكن بيقلل التساقط بشكل كبير جدا، بيعيد قوه الشعرايه وبيثبتها في مكانها. فاللي هو ده حلو قوي، حلو قوي قوي. ومش بالبروكابيل، تخيلوا، يعني عادي، هو شامبو عادي جدا يعني، ولكنه ريفورس، مش زي البروكابيل اللي ما بيعملش حاجه في التساقط. انا هوريكم حتى في مقارنه الشامبوهين ببعض قد ايه كلاري فشل في التساقط، في معالجه التساقط. نيجي لكلاري بلسم. انا من ساعه ما بطلت تريزيمي بوتانكس جوز الهند، علشان احنا كنا منقطعينه من 2020، انا ما لقيتش بلسم احبه بالشكل ده وابقى متعلقه بيه قوي كده زي كلاري كونديشنر. حلو قوي، ترطيبه رائع، ريحته جميله جدا. عايزه اقول لكم برضو الشامبو ريحته حلوه قوي، حاجه كده بتسيب الشعر طريه ومهفهفه كده بشكل رهيب. قارنته مع كذا منتج تاني، كلاري كسب في الترطيب والمحافظه على الرطوبه اطول فتره ممكنه في الشعر. فكلاري يكسب بصراحه. خلينا برضو في حاجة الشعر ونتكلم عن الاتراكتا امبولز. دي كانت يعني ده اوسكار احسن بلسم، اتراكتا اوسكار احسن شامبو ريفورس او تساقط، اتراكتا احسن امبولات لاعادة الفراغات. انا دايما عندي فراغات هنا وفي مقدمة رأسي بسبب يعني مقدمة شعري بسبب الطرحة. طبعا انا غيرت نوع البندانه، نتكلم عن الموضوع ده بعدين. ولكن اتراكتا امبولز من الحاجات اللي بترجع شعري في ثانيه، يعني مش في ثانيه، في اسبوع ببتدي احس بتاني بالموضوع بيتملى. هي سعرها مش هين، دي مشكلتها، ولكن تقنيتها في الصناعه، تقنيتها في ان هي بترجع الشعر ازاي حلوه قوي. اول ما تحطيها بتحسي بفريشنس كده في الشعر، بتحسي بتحسي بجمال كده، اللي هو بس لازم مساج ولازم تستحملي شويه، لان في ستينجينج افكت او واخز، بتحسي مش عارفه يعني اعبر لك عنها ازاي، بس تحسي كده ان الدوره الدمويه بتنتعش في المكان. حاجه رائعه. هي سعرها مش هين، ولكنها بتقعد وقت طويل جدا. هم 12 انبوله حاجه مذهله، يعني انا ما شفتش حاجه احسن منها حتى الان في كل يعني في السنين. يعني حتى الان هي اوسكار احسن انبولات شعر استخدمتها حتى الان، حتى 2020. ناس كتير طلبت مني استخدم ايفا، بس انا لسه ما جربتهاش. ولكن يا جماعه في فرق بين انبولات اكيد ب 18 جنيه واكيد دي بحوالي 500 جنيه. افتكر ان اتراكتا برضه هتبقى احسن، بس هنجرب والتجربه خير دليل. نشرب ميه. نيجي للي بعده، ميليندا جل. اوسكار احسن غسول جل السنه دي. كل ميزه ميليندا انه تقشيره سريع، تعامله مع الحبوب سريع، بسبب حاجتين، ال AHA وال PHA.
المادتين دول موجودين فيه. ف مش مادتين، هما كذا مادة AHA و PHA، هما دول المسؤولين عن ان ميليندا خطير. وهو مش رخيص، يعني هو تقريبا كان حوالي 120، انا مش عارفة هو وصل لكام دلوقتي، ولكنه يستاهل وبيقعد معاكي كتير. واحسن حاجة للبشرة المعرضة للحبوب سواء كانت دهنية او مختلطة، فده كان اوسكار احسن غسول جل. نيجي للي بعده، فاكرين ده ايفا ببروتينات اللبن غسول كريمي. فاكرين حلقه الهيالورونيك اسيد لما صاحبتي تحدتني ان انا استخدمه هو لوحده، وقلت لكم ان انا بشرتي نشفت لان انا ما كنتش بحط بعده مرطب على حسب طريقه الاستخدام اللي هي كانت عايزاني استخدمها. وقلت لكم ان انا استخدمت غسول علشان يرجع لي ترطيب بشرتي. كان هو الغسول الكريمي ده بتاع ايفا ببروتينات اللبن، حلو قوي وبيرجع فعلا الجفاف بسرعة. ولكن طبعا لو بشرتك مش جافة ما تستخدميهوش اكتر، يعني رجعي الترطيب وما تستخدميهوش اكتر من كده، يعني انت مش محتاجة اكتر من مرتين. انا فاكرة ان انا غسلت بيه هما يومين، مرة الصبح ومرة بالليل، وتاني يوم مرة الصبح وكده خلاص انتهت تقريبا. افتكر هما كانوا 3 مرات استخدام بس. مذهل. ايه بقى فكرة انه مزيل مكياج؟ يعني هو مكتوب عليه غسول ومزيل مكياج. فكرة مزيل مكياج، انا في حاجات كده قبل ما ادخل الدبلومة كانت بالنسبة لي قاعدة في الشيدي كورنر، يعني قاعدة كده في الحاجات اللي انا مش فاهمة هي اصلها جاي منين وهي فين اصلا من الموضوع ومحلها من الاعراب عامل ازاي. لما درست الدبلومة فهمتها، وهو ان بداية ازالة الميك اب كانت في شكل كريمات وغسولات كريمية. لما جربت ايفا كمزيل ميك اب رائع. ايفا من زمان، يعني من قبل ما انا اتولد تقريبا، فطبيعي ان هي تكون عاملة حاجة شبه كده وحلوة. بس باكد لكم هو مكتوب عليه انه لجميع انواع البشرة، بس لا يا جماعة، هو البشرة الجافة حالتها جافة تستخدمها فترة قصيرة جدا، او للبشرة جافة تستخدمها على طول عادي. نيجي بقى الحاجات انا بحبها من ايفون. خلينا اقول لكم حاجة قبل ما نشرح لكم المنتجين دول. ايفون واورفليم بيتميزوا من ان هم افضل سعر لوشانات ريحتها حلوة. يعني انتي لو عاوزة بديل لباث اند بادي، لان طبعا اسعارها راحت في 60 ده، وتكون بسعر مناسب، ايفون واورفليم لوشاناتهم بديل كويس جدا وحجمها كويس جدا. ولكن بقى تتميز ايفون عن اورفليم بروايحها. مش كل ايفون برضو، يعني خلينا نقول تتميز ايفون واورفليم بروايحهم الحلوة، ولكن ايفون تتفوق في الفرايتي بتاعت الريحة، يعني التنوع في الروايح كتير. خلينا اقول لكم ان ده بقى يعني جوه ايفون يعني بينقسموا من جوه نفسهم، ماشي ماركات. فالماركت الناتشرالز دي يعني تتفوق وبجدارة. عايزة اقول لكم ان يعني مش عارفة اقول لكم ايه، بس ده عروسة اي واحدة متجوزة وعاوزة تعيد اللوف فليمز تاني، يعني عايزة تعيدي التهاب الحب كده يعني بعد فترة فتور. اللوشن ده انا انصحك بيه وبشدة. لاين اللوشنز ده رائع، لو اسمه ناتشرالز. التوت ده، يعني التوت او خلطة التوت بالبطيخ دي رائعة، اسمها كوكتيل كولكشن. خطيرة يعني ريحتها رائعة. انا جايبة منه سبلاش او مست جوه، انا ما جبتوش هنا، مش هنضمه النهاردة، نبقى نعمل عنه ريفيو بعدين، ولكنها خطيرة. نيجي بقى للخوخ. انا عايزه اقول لكم ان انا عندي اصلا حساسيه من الخوخ، وكنت خايفه منه جدا ان هو يعمل لي حساسيه، ولكن ما عمليش حساسيه. وانا اصلا جسمي بيتحسس لو نفخته فيه كده بيتحسس، ما عمليش حساسيه خالص، وكان لطيف جدا. وده غير ترطيبه طبعا الرائع. فكانت حاجه رهيبه مذهله
مذهله. نيجي بقى للوشن، يعني بما اننا اتكلمنا على لوشنات ايفون، لو انت عايزه ترطيب وريحه يعني كويسه، يعني مش هتقعد كتير زي التانيين ومش مبهره ومذهله زي التانيين، ولكنها كويسه، جوز هند عادي جدا، ولكنه ترطيب قوي جدا وبيقعد فتره طويله. يعني انت لو عايزه لوشن للترطيب بس، انت مش عايزه ريحه، مش هتطلبي ريحه، عايزه ترطيب قوي، سيلوليت بقى، جلد وز، اي حاجه من المشاك، ستريتش ماركس، هتحبي قوي ده. بسعره لما بينزل في عروض بيبقى ممتاز ممتاز ممتاز. ف كير من ايفون. الماركه التي حيرت الملايين. انا مش عارفه اقول لكم ايه، كتير 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 تبعتولي. بس انت ايه رايك في كليو؟ بس انت جربتي حاجه كليو؟ اعملي لنا ريفيو عنها. بصوا يا جماعه، خلينا احكي لكم باختصار. كليو قبل ما تبقى مشهوره كده، اول ما ظهرت كانت عامله مقاله، يعني اول ما اتعملت عملوا مقاله كده في جريده يعني بتنزل لشباب الجامعه بس. فالمهم انا كنت من الناس اللي شفتها، ما كانش لسه في سكين كير بلوجرز اصلا في مصر. فبعت لهم وقلت لهم ما كانوش لسه اصلا عملوا ويب سايت بيع، يعني ما كانوش لسه عملوا بيع، ده كانوا لسه يعني عارف بيعرفوا الناس بنفسهم. فبعت لهم قلت لهم ان انا سكين كير بلوجر مصريه، وان انا احب ان انا اجرب منتجاتكم لو تبعتوا لي عينات، لان ما كانش لسه ليهم ويب سايت زي ما قلت لكم، فما كناش عارفين نشتريها منين. فقلت لهم ابعتوا لي اجربها واكيد انتوا براند مصريه، فاكيد عاملين حاجات حلوه نشجع الناس على الحاجات المصريه وكده. فالمهم قالوا لي، ردوا عليا رد كسفني جدا، قالوا لي لما نحتاجك هنبقى نكلمك، ماشي. فالمهم هو اسبوع ولقيت كامبين على النت رهيبه، وكل البلوجرز الكبار بقى بتوع الفاشن، كان وقتها فاشن بس، فاشن ومشتريات وميك اب، هو كان فاشن وميك اب بس اللي موجودين، لقيتهم كلهم بيتكلموا عن كليو. فاشتريتها. عايزه اقول لكم اني صدمت من سوء جوده المنتجات. ما عجبنيش غير الكليو جارد شامبو، واستخدمته وخليت بنات صحباتي تستخدمه، وبقيت ريكومندد في الصيدليه بتاعتي، كان وقتها لسه الصيدليه بتاعتي معايا، ريكومندد واجيب للبنات بكميات رهيبه. فجاه يعني عايزه اقول لكم ان انا بسيب اي منتج لما بجربه بسيب فيه حبه كده، علشان يعني اقارنه بمنتجات تانية، من كتر حلاوته ما سبتوش. المره اللي بعدها بقى لما جيت اجيبه صدمت بمشكلة الأزلية. معظم المنتجات المصرية لما بتتشهر وتبقى حلوة يسوقوا، ما تفهميش بيخفضوا جودة المنتج ليه. أنا فجأة هو كان لونه أخضر زرعي كده، فجأة لقيت أخضر لون الجاكيت اللي هو بالدرجة دي، وحش جدا، وفي سبوتس كده برتقاني واسود وحاجات، حاجة اللي هو يعني حاجة قمة القرف، وبينشف الشعر بطريقة رهيبة، ما كانش بيعمل كده، وحاجة عبط. طبعا ما طلعتش اقول علشان ما كانش عندي الدليل، اللي هو القديم كنت رميته خلاص، اللي هو وانا بقى كنت وقتها لسه صغنطوطه، يعني ما كانش حد يعرفني ولسه ما كنتش بنيت مصداقيه وكده. فقلت انا لو طلعت قلت كده يعني ما هعمل مشاكل على الفاضي. فبقى اي حد يسالني اقول له لا يا جماعه ما تشتروش، لا. فالمهم يعني الحمد لله هم ظهروا للناس كلها اصلا، انا يعني مش محتاجاني عشان اقول ان منتجاتهم بقت استغفر الله العظيم يا رب. نيجي بقى للي بعده، بايونيكير. طلبتوا مني اعمل عنه ريفيو بمنتهى السرعه، ولكن انا كنت محتاجه وقت يا جماعه. ده سان سكرين ب 500 جنيه، فطبيعي ان انا يعني مش هقول لكم روحوا اشتروه كده من باب للطاق، ولكن يا جماعه انا انبهرت فعلا بنتيجته. اي حد السؤال ده بيتبعت لي كتير، بس انا اولادي في البيسين طول النهار وبيسمروا وعايزه لهم سان سكرين، هو ده حرفيا ب 500 جنيه، ولكنه بيفضل الساعتين واقف ثابت، شيلد حرفيا، يعني مش عارفه اقول لكم، درع كده، عارفين بتوع الامن المركزي بتاع زمان، درع امن مركزي حرفيا بتحطيه على وشك وجسمك ما بيتعتعش تنزلي الميه. انا جربته في اكتر من مكان مصيف، فظيع، ما بيتعتعش حرفيا من مكان وما بتتحرقيش، ما فيش
لو اقول لكم ان هو عايز يتشال، هو طبيعي لازم يتشال بغسول وبميك اب ريموفر، ولكن يعني مش عارفه اقول لكم ايه، ما بيتعتعش. فيستاهل ال 500 جنيه، يستاهل ال 500 جنيه. شبيهه بقى، مش عارفه الحاجه بتقع مني انا خلاص فصلت. البوبي سبورتس سبراي ده بقى بديله، يعني احنا لو مش عايزين نجيب ده ب 500 جنيه ده بديله بقى المصري، يعني بايونيكي احنا قلنا ان هو ايطالي. بوبي سبورتس سبراي ب 200 جنيه، ولكن يعني زيه بالظبط، حمايه برضو حلو جدا وشيلد كويس جدا، ولكنه ما يعني ده ووتر بروف ببشاعه البايونيكي. لكن البوبي سبورتس سبراي لا بصراحة هو مش ووتر بروف كفاية، يعني هو ممكن ده لو يعني يمتص بعد ساعتين، لا ده ما يقعدش اكتر من نص ساعة. ولكنه تأثيره كويس جدا. عايزة اقول لكم انا جربته على جوزي في الموقع، جوزي مهندس مدني وما بيحبش الحاجات دي، يعني هو ما بيحبش يحط حاجة تقعد معاه كتير وتلزق فيه وهكذا. لا بوبي حبه جدا، ما حسسوش. جوزي بيتحسس من السان سكرينز، وانا لحد دلوقتي مش عارفه ليه، بس ما فيش سان سكرينز جربته عليه ما عملوش حساسيه غير البوبي سبورتس سبراي والبايونيكي. انا لسه ما اكتشفتش السر لحد دلوقتي. فده البديل المصري البوبي سبورتس سبراي. نيجي بقى لاخر بايونيكي الكريم بقى، بس بتاع الكبار بتوعنا احنا، يعني ده سبراي الاطفال، ده استخدموه كبار عادي يا جماعه مفيش مشكله. وهو سبراي في الابليكيشن بتاعه سهل وهكذا. نيجي بقى بتاع الكبار، حقيقه يا جماعه انا مش هجيبه تاني، يعني مش هجربه تاني. هو ب 300 جنيه زي اشباهه المستوردين، ولكن ده بقى مش شيلد، يعني ده شيلد ومرايه، ومش كل السان سكرينز بتصهد، لكن ده بيصهد، مش بيصهد عادي، لا بيصهد وهيهات كتير كده بيصهد. بيحمي كويس قوي، بس حمايه عارفه انت اللي هو يا جدع انا عايزه اقعد في الشمس، مالكش دعوه بيا. فهو حلو قوي بس حمايه اوفر. عارفين انتوا اللي هو ماما لما تقولك ما تتاخريش بعد الساعه 8، يا ماما الساعه 8 ايه ده، انا طب هاجي 9، لا هي 8. هو ده هو ده ماما اللي هو والله لا احميك من الشمس، يعني احميك من الشمس. فلا فظيع فظيع فظيع. انا يمكن عشان بشرتي الدهنيه حاسه ما استحملتوش قوي، بس في ناس اللي يعني شغلتهم بتضطرهم ان هم يقعدوا مده طويله في الشمس، لا هيحتاجوه. هو حلو قوي قوي يعني، ولكن صعب شويتين 3. طلبتوا مني منتج يكون مرطب جديد غير ال 17 ولا ال 10 اللي احنا عملناهم في بوست المرطبات. فانا جبت لكم النهارده احسن ميكس مرطب، او احسن مرطب ميكس دهني ومائي مع بعض وبسعر مناسب، وهو البروكسون او البراكزون بتاع شركة انفينيتي. طبعا احسن شركة كوزماتكس موجودة دلوقتي، يعني الانقى في الجودة والافضل في الجودة في عالم الكوزماتكس المصري. البراكسون حلو قوي، سعر مناسب، حوالي حاجة و30 جنيه، بس شكله اتغير دلوقتي لان انفينيتي جددت كل منتجاتها. فده اوسكار احسن مرطب ميكس حاليا في اخر 2022، وهعمل لكم الليست اللي انتوا عايزينها الجديدة. اوسكار احسن ميك اب ريموفر الليكويد بتاع ذا وان. هو 2 يعني 2 ليكويدز امسبل، يعني مش بيختلطوا مع بعض، واحد زيت وواحد فيه كحول. وده طبعا علشان يعني كل حاجه تشيل حاجه، يعني الهاي اند ميك اب بيبقى حاجه في حاجه مهم، يعني مش هوجع دماغكم. هو احسن ميك اب ريموفر انا استعملته في 2022. انتوا طلبتوا كذا حاجه بس لا هو ده كان احسن واحد فيهم، وهشرح لكم ليه لما نقارن بقى بينه وبين حاجات تانية. احسن اسيتون بسعر كويس هو ايفا، احسن من بتاع يو، عارفين يو، واحسن من بتاع زمان برضو. ايفا احسنهم، ومن مرة واحدة روايحه المتوفرة حلوة قوي. تونر، بص الايفا سكان كلينيك بتاع الايفا كولاجين تونر، انا والله لسه ما كونتش عنه رأي. يعني هو تونر كويس
حجمه كويس، تأثيره كويس، ولكنه بيلزق. فانا لسه لحد دلوقتي ما كونتش رأي قاطع، ما اقدرش اقول ان هو احسن تونر اتعمل في السنة او جربته في السنة، ولكن يعني شغال. استنوا برضو على رأيه حبة. الايفا الهاند كريم، بصوا ترطيب ايفا معروف، مش انا اللي هقول عنه، ترطيب ايفا ممتاز، ولكن ريحة الباشن دي انا ما حبيتهاش ابدا، ولا في اللوشن ولا في الهاند كريم. انا بحطه بحس ان انا اتفضحت، اللي هو يا نهار ابيض على الريحة، ده بتوصل للشارع التاني. اللي هو انا اول ما احط يعني انا اول ما افتح بس العبوة هب والريحة طلع عليا. فاول ما احط نقطة الدنيا كلها. انا فاكره اول مره استخدمته كنت نازله على سلم، وكانت ايدي ما لازم ارطبها، فكل اللي كانوا على السلم في الدورين شموني، اللي هو شم وانا حاطه ايه. طبعا دي حاجه والله كانت غصب عني، ربنا يسامحني. ولكن هي مش حاجه يعني انا ما حبيتش ان هي ريحته اوفر قوي كده. سان سكرين يعني تأثيره كويس وبادجت بتاعته حلوة. يوفي برو دراي تاتش. انا بقالي او يعني اي حد بيسألني عايزين حاجة بسعر كويس اقول لهم يوفي برو دراي تاتش. مش اللايت تكستشر، ما عجبنيش اللايت تكستشر وبيتمسح بسرعة. الدراي تاتش بيقعد حبة حلوين، و حجم كويس تقريبا 145 جنيه، وبينزل في عروض، حاجة ممتازة قوي. نيجي بقى للاي كونتور من فيردكس. بصوا هو حلو قوي وبيعمل تأثيره حلو قوي، وده الفيرجن القديمة. انا لسه ما جربتش البرايم، هم جددوه وبرايم، لكن عندي معاه مشكلتين. المشكلة الاولى ان هو بيفرول على الجلد وبيقشر، بس تقشير لايت خالص، وبيأكسد. فانا هم غيروا الفورمولا وغيروا شكله، فانا اتمنى ان هم يكونوا عالجوا المشكلة دي. يعني هو شخصيا بيأكسد، اتمنى يكونوا عالجوا المشكلة دي في البرايم. نيجي لامتنان. احسن زيوت بسعر متناول ومتداول حرفيا. انا ممتنة جدا للصديقة اللي رشحت لي زيوت امتنان. لما لقتني بدور كتير في اللوكال براندز وفي كل حتة عن زيوت نقية وحلوة، ورشحت لي زيوت امتنان. حجمها مناسب لسعرها، كويسة جدا. زيت الجوجوبا في الصيف وجوز الهند في الشتاء، انتوا عارفين خلاص الموضوع ده. زيت الجوجوبا من امتنان حقيقي ابهرني، هو دي اول حاجة كنت جربتها. احسن زيت جوجوبا هتجيبوه من امتنان. كان سعره افتكر انه كان 175. الحجم ده بيقعد معاكوا حبة حلوين وحلو قوي، كثافته كويسة، نقاوته كويسة، حاجة حلوة قوي. احسن فيتامين سي كريم استعملته السنة دي. انا شخصيا ما كنتش مصدقة ان انا ممكن اطلع في يوم من الايام اطلع اقول ان هو احسن حاجة فيتامين سي استخدمتها السنة دي، هو ميلاتكس سي سيرم كريم من شركة حياة. ميلاتكس ده ما اكسدش، التكستشر بتاعه او الفورمولا بتاعته رقيق على البشرة، يعني مش عارفة اقول لكم ايه. يعني هو محتاج شعر، بس انا مش عايزة اطول الفيديو قوي. كليو انا برضو يعني عايزة اقول لكم ان انا اول ما استخدمته الهب لي وشي جدا 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 جدا، وبعدين ركنته، مرضتش اكمل استخدامه. يعني الوش مش بعزقه، كذا مره قلت لكم انا بوظت وشي ازاي ورجعته ازاي، والدنيا كانت بايظه معايا ازاي، بصرف قد ايه عشان ارجع وشي تاني. فكنت خايفه منه، وبعدين لما رجعت استخدمته تاني بقى بحذر وبتدريج عجبني، بس لسه ما كونتش عنه رأي. هو كويس بس هو قوي زياده عن اللزوم. عن مثلا بي نيوترا بصوا حلو قوي، هو احسن سيرم بقى. يعني ميلاتكس كان كريم، لا السيرم بتاع بي نيوترا كان احسن سيرم فيتامين سي، واكاد اجزم لكم ان هو احسن سيرم فيتامين سي موجود في مصر. انا عارفة انه مش اسم مشهور، وعارفة ان هو ممكن تكونوا مستغربين، ولكنه فعلا عن اورنج وعن دكتور راشيل وعن مين تاني،
في كذا ماركه كده كنت جربتها برضو في 2022. بي نيوترا كان احسن واحد فيهم مطلقا، لانه كان بيعمل وظيفه السيرم فيتامين سي من غير ما يلهب البشره في اي مرحله، يعني مهما طال استخدام المنتجات مش بيلهبها. ولكنه مشكلته بشعه انه بيأكسد. بصوا يا جماعه، شايفين لونه عامل ازاي؟ هو كان جاي لونه صافي، يعني اهو تاني كان جاي لونه صافي، كان جاي مش لونه برتقاني كده، فبيأكسد. فالبريزرفاتيفز فيه مش قويه كفايه، مع انهم حاطينها في ازازه بني بس برضه. فدي كانت حاجه ضايقتني قوي. نيجي بقى سان سنس. رحتوا فين؟ انا بس هسألكوا، رحتوا فين؟ اختفيتوا فين؟ انتوا شركه كويسه جدا وسعرها حلو جدا، رحتوا فين؟ بس نيجي بقى لاختراع السنة. سوري للمقاطعة، شرقت فجأة، مين بيجيب في سيرتي الساعة 3 بالليل؟ اختراع السنة اكتيفيل، ولكن اللي هو انتي بريسبيرنت، ولكن الكريم. حبيت جدا جدا جدا. انا ما عنديش مشكلة مع الانتي بريسبيرنت خالص خالص خالص، وما عنديش مشكلة مع الالومنيوم نهائي. وهقول لكم ليه في حلقة مخصصة. ولكن هو ممتاز ممتاز ممتاز، وبيستنى يوم كامل وما بيتحركش من مكانه. وهو طبعا 48 ساعة، بس احنا مش هنستخدم انتي بريسبيرنت 48 ساعة، لانه لازم يتغسل في نفس اليوم علشان ما يحصلش اوكلوجن على الجلد. ممتاز ممتاز ممتاز. ده ياخد احسن انتي بريسبيرنت في السنة. اكتيفيل بتاع اورفليم. ستارفل اي كونتور ده ياخد جايزة احسن اي كونتور بسعر اقتصادي في السنة. مشكلته برضو انه محتاج طريقة استخدام معينة، يعني له تركاية كده لازم تستخدموها، وانا كنت حكيت لكم عنها في فيديو كريمات العيون. ستارفل وايتنينج انا للاسف مش هقدر اديله احسن رول اون في السنة كديودرنت. هو على فكرة انتي بريسبيرنت مش ديودرنت بس، يعني انتي بريسبيرنت بيمنع التعرق نفسه. مش هقدر اديله احسن واحد في السنة، لانه تأثيره مقارنة باقرانه الانتي بريسبيرنت برضو المفتحة وسعره لا، في يعني هم شبه بعض، بل في احسن منه، وهم الاكتيفيل برضو الرول اون. ولكن هو يعني يتميز عنهم بالحجم، حجمه احسن منهم بكتير. نيجي اكتشفته كان غريب قوي. انا اشتريت من الصيدليه عشان شكله عجبني، وهو الاي فازلين. ده فازلين، يعني هو فازلين عادي ولكن بتاع ايفا، لكن ريحته احلى من فازلين العادي، ريحته احلى كتير وملمسه احسن. البلندنج بتاعه افضل، اللي هو يعني طريقة فعله على الجلد احسن. لونا ايمولينت الشيا باتر اللي هو الليب بالم. احسن حاجة بسعر اقتصادي، ولكن احسن حاجة استخدمتها في السنة ومش معانا هنا في الفيديو لان انا اديته لماما. ستار لاين بتاع حياة الليب بالم، رائع مبهر وبيفكرني بمنتج في اورفليم. هبقى اقارن لكم بيه الاتنين مع بعض، ولكن ستار لاين طبعا سعره احلى من بتاع اورفليم بكتير. نيجي بقى للبيوريلان كريم. الامهات المرضعات انا ما نسيتكمش كل شويه حد يدخل يسالني كريم الحلمات افضل كريم ترطيب للحلمات بيوريلان. وعلى فكره ممكن تستخدميه لوشك وهيبقى مرطب ميكس. تخيلي، يعني انا جايبه لكم النهارده بقى 2 مرطب ميكس، والاتنين احسن من بعض، البراكسون والبيوريلان. انا صوتي راح فين؟ معلش. بيبانتين احسن مرطب مائي مطلقا، ما اتعملش زيه، وانا كنت فاكره ان مش هيتعمل زيه علشان هو ديكسا بانسينول ماشي، فالديكسا بتقلل الالتهاب وكده. ميلانو فري لقيتها عامله ديكسا بانسينول
بس مش فاكره مسمياه ميلانو ايه، يعني مسمينه ميلانو حاجه، فانا لسه هجربه واقول لكم. يعني ده كان احسن حاجه في 2022 ومطلقا من قبل 2022 بكتير. هل بقى في 2023 الموضوع ده هيتغير ولا لا؟ هنعرف. الناس اللي دايما عايزه حاجه اقتصاديه لتصفيف الشعر، ودي دايما بقابلها تقولي انا مش عايزه سيرم، انا عايزه كريم وعايزاها بسعر اقتصادي، عايزاها ما تعديش ال50 جنيه، عايزاها ما تعديش ال30 جنيه. بصي، اكتشافين السنه، الباراشوت ده الباراشوت والفاتيكا. باراشوت والفاتيكا الاتنين، باراشوت افضل بكتير، لا 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 يعني لا حديث في الموضوع ده. فاتيكا كويس قوي بس مش بيتحكم قوي في الهيشان، بيديكي نعومه وترطيب وتصفيفه وترطيبه على قدها، ولكن باراشوت بيدي كله في واحد، ترطيب كويس قوي، تحكم في هيشان، محافظه على الترطيب وتصفيفه رائعه فتره طويله. انا ما كنتش فاكره ان باراشوت يعني سعره رخيص كده وجودته حلوه قوي كده. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، ده كان ملخص ريفيوهات السنه، احسن حاجات استخدمتها واوحش حاجات استخدمتها. مش هنسى اقول لكم انكم لازم تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وخلونا نشوف. قولوا لي في الكومنتس يا ترى انا خلصت تجربتي مع يعني مع عدا الايفا تونر، خلصت تجربتي مع كله. هل يا ترى نعمل عليها مسابقات وجيفتس وجيف اويز وكده، ولا محدش هيرد عليا؟ طبعا انت لو وصلتي الفيديو لحد هنا انت بطل.